محمد فؤاد ده القلب الطيب، الحب الحقيقي، مصر الطيبة، نيلها الجميل. محمد فؤاد كل صفات ابن البلد الجدع هتلاقيها موجودة فيه. سعيدة بوجودك النهاردة. زي ما حسين الجسمي جه عشان يدعم الإمارات على أرض مصر، محمد فؤاد جه وقف يدعم مصر مع أهل الإمارات، يدعم الخير، يدعم السياحة، واقف بقلب كبير لمصر. خد دعاء النهاردة من الأطفال المعاقين، وخد دعاء من كل الموجودين، وألف مبروك تكريم. الله يبارك فيكي ومتشكر على الكلام الجميل ده. هو يعني في ناس عاملة مجهود يستحقوا الدعاء عننا، احنا جينا حاجة بسيطة يعني. بس انت فرحت كتير، شفت يعني الطفل الجميل ده حب يحبك قد ايه وكلم عنك ودعالك. يا حبيبتي احمد ده، احمد انا اعرفه من 20 سنة، من ايام ألبوم وعداني يعني من الخير اللي بتعمله بيقعد 80. الحمد لله ما فيش حاجة عند ربنا ما بتقعدش، والاطفال دي انا بشوف فيها الخير كله والله. يعني بحس ان ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا رسالة فيهم، في كل ذوي الاحتياجات دول. بتشوفي عبقرية الخالق سبحانه وتعالى ان تلاقي حد عنده التأخر ده ويسعدك انت، وتحس ان هو بيعمل شيء انت ما تقدريش تفرحي الناس زي ما هو فرح الناس النهارده، هو والاخرين كلهم. مركز راشد والوفاء النور والامل. نور والامل انا بيلعبوا مزيكا والله بجد، والله فرقتي ما تعرف تلعبها، والله احساس مشاعر اللي قاعدين. انا في جمله لقيت نفسي مش عارف اتلم على نفسي في جمله مقطوعه هم عاملينها، ممكن اللي قبل الاخيره او قبلها بمقطوعتين حاجه. انا وحسين الجسمي قاعدين بنتنفض من فيها جمله وبيلعبوها بهدوء، ومفيش حاجه مزعجه بالنسبه لهم، فالمزيكا طالعه من قلبهم يعني. مشاركتك النهارده وانت بتغني مع الاطفال دي اعتقد احساس تاني، غير وانت بتغني مع الجمهور لايف، غير وانت بتمثل، غير اي احساس تاني. والله انا بلاقي ان هم مجامليني ان انا ممكن ابقى واقف وسطهم. الولاد دول اي نظرة حب منهم ليكي ده بيبقى عطاء من ربنا سبحانه وتعالى. أنا شفتك وأنت معاهم في مركز راشد في دبي، وشفت الصور، وشفت حتت من الاستقبال اللي استقبلهولك، وغنوا معاك وغنوا أغانيك حافظينها. والله ماشي مخضوض. أنا قعدت أكلم المركز فيها بتاع 4 5 6 أيام بعدها، الأستاذة مريم وشريف ومحمد، الشباب اللي كانوا كانوا يعني قايمين بكل المجهود يعني. عملوا لهم يا جماعه مش عارف، انا مش عارف انسى، مش عارف يعني. رحت اماكن كتير يومين وبنساهم، يوم ما ممكن ما يسيبوش الاثر اللي انتوا سايبينه فيا ده. لا 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 لا، حاجه عبقريه جدا. كل مركز هنا لو اشتغل باهتمام هيلاقي مسانده كبيره جدا جدا لو اهتموا بيهم، وكل حاجه بانت عليهم من مجهود، مش شرط كفلوس تبان في لبسهم، فكل دي امور بقت سهله دلوقتي. لا، مجهود مع يطلع منه، يطلع للحياه يعني، يشق في الحياه ويطلع يبقى عامل حاجه تخلينا نقعد منبهرين كلنا، واحنا اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا كل حاجه، بس يعني رحنا مكونينها في لساننا وبقنا وخلاص يعني، بنتكلم اكتر ما بنعمل. وربنا يعيننا ويهدينا للخير، يهدينا لكل ما هو كويس يعني. الخير ده هو اللي بيدينا الحياة وبيبعد عنا الشر، وبلدنا محتاجاكم، محتاجة المطربين مصر الفترة اللي جاية، عايزاكم تتحدوا، تعملوا حفلات تلفوا بيها كل المحافظات. وجودكم وانتوا بتغنوا يا محمد والناس بتشوف ده. انا هقولك على حاجة، عاصي الحلاني جيت برع بأجره في سينا في شرم الشيخ، وعمل حفلة وجاب طيارات ناس من لبنان. لما انتوا بتطلعوا تغنوا السياح بيجوا، التلفزيون بينقل، بيشوفوا الصورة الغير التانية اللي بتطلع في نشرات الأخبار إن احنا عندنا إرهاب وضرب. انتوا بتساعدوا على السياحة، بتساعدوا على الفن إنه يرجع تاني. فأرجوكوا اجتمعوا كمطربين، اجتمعوا مع بعض ونظموا حفلات جولات الخير.
ننسى اي حاجه. على حاجه بجد بامانه، عشان اقولها بامانه قدام ربنا وقدام الناس كلها، انا المطربين كلهم واقفين عاملين بضوافرهم على الارض كده مستنيين ينطوا في اي اتجاه حد يشاور لهم عليه لصالح البلد. انا مش بتكلم عن نفسي، انتوا مش محتاجين حد يشاور لكم، انتوا تنزلوا، انتوا ترفعوا السماء، كلموا المحافظين، كل واحد مطرب، انت وعمرو دياب، انتوا مصر، انتوا مصر، ما بيتقال محمد فؤاد وعمرو دياب، محمد منير، انتوا مصر، فلازم. من اول يوم ما اتاخرتش وحالف واقسمت بالله في التلفزيون وقدام الناس وبيني وبين نفسي وقدام ربنا، ده الاهم يعني. ما هاخر طلب ولا هنزل ألبوم ولا هعمل فيلم ولا هشتغل، وهفضل اصرف من كل اللي حوشته في حياتي اللي عملته لي مصر، هفضل احوش لغايه ما مصر تقف على رجليها. انا خدام مصر لغايه ما تقف على رجليها، واعتقد ان مطربين كتير جدا 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 يكاد يكون اللي بيختلف عن ده منعدم. بامانه انا بكلمك بجد، لان كان كل ما يحصل اي حاجه الاقيهم كلهم موجودين وبيتخانقوا على بيتزاحموا على اللي عايز يبقى موجود. انا بقولها شهاده حق بامانه يعني، عشان بس لا تفتكر ان في حد مثلا شايف حاله او يعني او بيدور على حاجه تانية غير كده يعني. حتى اللي هتلاقيه مش موجود في مصر متكعبل ونفسيا مش مظبوط وعايز يقعد في بلده يشتغل انا يعني بدون ذكر اسماء، ولكن انا بقول لك ده واقع. انا بقعد مع الكل احساس، وعمري ما فيهم حد يتكدب احساسه في ده يعني. انا عارفه. انا بطلب منكم تاني ان شاء الله الفتره اللي جايه، ارجوك يا عمرو دياب، ارجوك يا منير، يا حكيم، انغام، شيرين، كل مطربينا المصريين اتحدوا. محمد، انا عارفه محمد ما بيتاخرش، بس اتحدوا كل واحد يطلع يقول اغنيه. احنا مش عايزين اطلعوا اغاني التلفزيونات بس تصورها، بس كل واحد يطلع يقول اغنيه تتصور، ان ده في شرم الشيخ، ده في الاقصر واسوان، ده على النيل هنا في مصر. السياحه هتمشي بيكو، الفن انتوا ما تعرفوش تاثير الفن بره على الناس. انا يعني شغال لغايه ما اطمن على مصر واحس انها رجعت، وانا اللي هقرر ده ان شاء الله. اقول انا كده مكتفي، انا مطمن على مصر. ممكن اشتغل 5 سنين ان شاء الله، لاخر قرش في حياتي هصرفه. والله يا بوسي بامانه ما هشتغل اي حاجه غير لصالح مصر بس. يعني انا شايفه الامارات جايه واقفه معانا، ولبنان واقفه معانا، والكويت واقفه معانا، بييجوا عايزين. لازم احنا كمان يعني. حسين الجسمي نازل مخصوص النهارده، جاي حسين الجسمي جه غنى يوم حفله الجيش متبرع، وجه وقف وغنى، النهارده جاي عشان يدعمنا. فاحنا كمان لازم نوريهم ان احنا ولاد البلد دي. حسين ده على راسي طول عمري، لغايه اخر يوم في عمري وهو على راسي، هيفضل فوق راسي. ده مصري اصيل حسين طبعا 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 مصري اصيل. زيك يا محمد في جدعنه. والله كل العرب مصريين اصلا على فكره، كل العرب مصريين اصلا. احنا طول عمرنا احنا بنعمل الاغنيه يا بوسي كنا بنقعد نفكر الكلمه دي تليق، لا الكلمه دي ما تنفعش في لبنان، انا بعمل البومي هنا في مصر لا ما تنفعش. طب الريتم ده لو عملناه بالطريقه ده ممكن الخليج يحبوا الاغنيه. لا الكلام ده ما يليقش ان احنا ندخله بيوت الوطن العربي مش مصر. والله العظيم بقول لهم اعملوا حساب ان احنا كل بيوت الوطن العربي بيخشها الكلام ده، لازم يخشها كلام نقي ونظيف وكلام لايق على البيوت العربيه. البيوت العربيه واولهم البيوت في مصر. بعمل حسابي 100%، عمري ما شلت الوطن العربي من دماغي، وعمري ما اتربيت على كده. انا بيتي طول عمرنا متربيين على ان الوطن العربي ده كنا بنتفرج عليه في الجغرافيا، نقعد نمشي كده عشان نتفرج المغرب عامله ازاي، والسعوديه عامله ازاي، والجزائر عامله ازاي، والبحرين فين طبعا طبعا بنحب وطننا العربي ومربوطين ببعض. وان شاء الله اليوم القيامه ما هيجيلنا اللي يجمع الوطن العربي تاني يا رب. الله يا رب يا رب. كلنا متفائلين في انتظار خير ان شاء الله.
ترجع الامه العربيه احسن من الاول. وهم خدوا بجد هي درس تاريخي في حياتنا. انا بحمد ربنا ان انا عشته عشان اشوف الوطن العربي بيقول كلمه واحده، والمصريين يتلموا ان شاء الله لحمه واحده تاني، وما نشوفش اي وحش في بلدنا ولا في اي بلد عربي ان شاء الله. ان شاء الله. محمد فؤاد ابن مصر، ابن نيل مصر، سمار ومن سمار نيل مصر، جدعنة شباب حواري مصر وحتة مصر وجدعنة كل شباب اللي بيحب مصر. أنا سعيدة بوجودك النهاردة لدعم مصر، دعم السياحة، عمل الخير، وإنك أهديت النهاردة أغنية الدخل رايح كله النهاردة للنور. أنا بتشكر لمصر مش قادر أسمعها. أنت وحسين الجسمي وكل الفنانين اللي جم النهاردة والله العظيم، ويعني بقول لك ألف مبروك تكريمك، تستحق المزيد وإن شاء الله. داني إنما والله ما مستني تكريم والله بس ده زيادة محبة بيقولوا. الحمد لله، خير وبركة إن شاء الله يا رب. نسمع صوت محمد فؤاد وهو بيقول الحب الحقيقي موجود على أرض